ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عودة بعد غياب فعلا. انا دايما يعني بغيب فترة وبعدين برجع تاني. بجد اليوتيوب فعلا انا مقصرة في حقه، عارفة ان انا من زمان ما نزلتش فيديوز، بس بجد انا اسفة جدا. يعني الفترة اللي فاتت فعلا كانت مليانة ضغوطات وكده. يعني انا مش عايزة اقول لكم ان فصل الصيف مش لطيف جدا معايا في تسجيل الفيديوز كمان، وفي حاجات كتير يعني حصلت برضو، خاصة ان انا خدت الاجازة فكنت برضو بنزل تريننج وكده. كنت يعني في ضغط كتير جدا، وهنعرف مع بعض النهارده او اتكلم معاكم. هنخليه فلوج كده قصير، فاهمين؟ هنتكلم اكتر مع بعض يعني عن الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت وعن القناة. فيلا بينا نبدأ نحط المايك. تمام. مش عارفة البسه ازاي النهارده، بس مش عارفة احطه فين. انا مشكلتي مع التصوير حاجات كتيرة جدا، يعني المايك كل مرة اقعد احط المايك فين. طيب الستاند، اقعد كل مره في حرب بيني وبين الستاند. يعني انا بقعد اشغل الستاند وكده عشان احط الفون في المنطقه بتاعته، بياخد مني وقت كبير جدا، او بحس ان هو صعب شويه، بحس ان عايز اروح جيم عشان اعمل كده، فاهمني؟ فهحط المايك ويلا بينا. ثانيه واحده ثانيه واحده. لا إله إلا A الله. few moments later. الله يا رب. كده كده تمام قوي. آه، الفيديو ده انا مشغله المروحه وكده، ومشغله، انتم ملاحظين يعني لو في فرق في الصوت فهيبقى بسبب المروحه. نستحمل بعض لحد ما الصيف يخلص. ادعوا ان الشتاء هيجي بسرعه، اللهم الشتاء العاجل بجد. يعني احنا خلاص الواحد زهق. عملت قهوه بقى وكده، عليا شويه قهوه جامدين الصراحه، حلوين قوي يعني. انا بتبسط قوي لما اعمل قهوه وتطلع بالوش كامل، بحس كده ان انا عندي صبر، انتوا فاهمين؟ المهم، عايزه احتفل معاكم ان خلاص الحمد لله يعني بقالنا سنتين على اليوتيوب. يعني بقالنا كده يعتبر سنتين مكملين، يعني الحمد لله يعني. اي نعم انا ما كنتش بستمر لفترات طويله، او احيانا ما كنتش بعمل فيديوهات، وفضلت كتير على ما اتعلم، لان اصلا لما كنت بادئه وكده كنت فضلت كتير ان انا اتعلم حتى ازاي انشر الفيديو وازاي اعمل اديتنج وحاجات كتير، مع ان اصلا المونتاج بتاعي بسيط. بس كنت ببحث كتير، او كنت بكتب كتير، او في البدايه اصلا كنت بعمل محتوى اللي هو نصائح بقى وكلام من ده، فكنت اصلا ببحث كتير وبشوف تجارب ناس تانية وتجاربي. وكنت يعني لما بقدم حاجه بقدمها على اساس منطقي، ان احنا مثلا اما اجي اقول نصيحه لحد اقولها على اساس انه يقدر يطبقها، مش ان انا اقول كلام وخلاص اللي هو اي نصيحه وخلاص. لا، انا كنت بحاول ان انا ابحث في الموضوع ده اكتر واتعلم اكتر، وخاصه بقى عن تطوير الذات وكده، وكنت بقرا كتير. فالحمد لله سنتين كويسين قوي ان احنا نوصل للرقم ده. اي نعم رقم بسيط جدا على اليوتيوب. عايزه اقول لكم اصلا ان انا عندي تيك توك وانستا وفيسبوك، يعني يعتبر على اليوتيوب زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي 4000، تمام. اما على الفيسبوك وصلت 11000 قريب. وكمان على التيك توك 8000. بس المشكله بس ايه؟ في الاستمراريه. يعني لما بستمر الموضوع بيبقى سهل، لكن طبعا في انشغالات وفي كلام من ده. لكن الحمد لله يعني باذن الله الفتره الجايه هيبقى في خطه وفي شغل باذن الله، وفي فيديوهات هتنزل هنا. هسيب لكم اللينكات بتاعه الفيسبوك والتيك توك تحت، والانستا كمان، لو انتوا عاوزين تتواصلوا معايا وان انتوا عايزين يعني تتابعوني على باقي الابلكيشنز. هبقى مبسوطه قوي بجد لو الناس اللي موجوده على اليوتيوب وبقت عندي هناك على الابلكيشنز التانية، هبقى مبسوطه بجد يعني. فهسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. حابه كمان اتكلم عن حاجه انا دايما كنت بسال هنا على القناه، بس ما كنتش بلاقي وقت اجاوب، او ما كنتش اصلا بظهر بوشي يعني لسه. فعاوزه بس اجاوبكم. ناس كتير جدا سالتني انت في سنه كام، انت في كليه ايه، انت بتدرسي ايه. فانا حابه اقول لكم ان انا في كليه التمريض جامعه المنصوره، وداخله سنه رابعه باذن الله. وطبعا انا اتكلمت كتير هنا على القناه عن كليه التمريض، وطبعا هي 5 سنين زي ما قلت لكم، فانا يعني دي سنه التخرج ولسه بعدها سنه امتياز. فادعوا لي باذن الله، يعني دعواتكم دايما والله بجد مرافقاني، ودايما بشوف الحاجه اللي انا بساعد بيها غيري ربنا يبعت لي حد ويساعدني باي شكل من الاشكال، في اي مشكله او في اي حاجه او في اي معلومه انا عاوزه استفاد بيها. بلاقي ناس تساعدني بسبب ان انا كنت بساعد حد، او ان حد بيدعي لي بجد. فبجد دعواتكم دايما موجوده او لها اثر في حياتي. فبجد شكرا لكل الناس اللي دايما بتذكرني بالخير. الفتره اللي فاتت طبعا كانت فتره صعبه على اخواتنا اللي خلصوا ثالثه ثانوي، وبعدين ان هم قرروا ان هم يختاروا التخصص او المجال اللي هيكملوا فيهم في حياتهم بعد كده.
فالفتره اللي فاتت طبعا انا كنت بساعد الناس انها تختار التخصص بتاعها، وكنت بنزل طبعا شويه نصايح كده، او بناء على التخصص اللي انا بدرسه كنت بنزل مثلا مقارنه بين مثلا المعاهد او الكليات الموجوده او المتاحه او اللي لها تكليف وكده، بناء على النظره اللي انا كنت بشوفها، او اللي انا شايفاها في المجال بتاعي، او اللي انا مصاحبه الناس اللي موجوده فيه وفعلا محتكه بالمجال ده جدا. فبناء على نظرتي للمجال، وبناء ان انا طبعا بنزل مستشفيات وبنزل يعني وبشوف المجالات الطبيه والشغل عامل ازاي، ونزلت فعلا وحصل ان انا ليا تجارب في الموضوع ده، وان انا مثلا من اهل التجربه، او ان انا فعلا في المجال. فكنت بنصح الناس انها تدخل المجالات دي. ما كنتش اللي هو بصر على حد ان انت مثلا لازم تدخل المجال ده، او ان انا لا، كل واحد له حريه. انا بديك المميزات وبديك المعلومه اللي انت طلبتها مني. مع ذلك في ناس كانت بتكتب لي كومنتات سلبيه، يا جماعه مش عارفه ليه، انا ذنبي ايه ان انا بقول لك ان الكليه دي 1 2 3 والمجال ده 1 2 3 ومميزاته كذا، وبفند او ان انا بنفي الاشاعات اللي موجوده عن المجال بتاعي. انا كنت بنفي الاشاعات دي وبعرفك ان ده يعني خرافات في نظر الناس، او في دماغ الناس هنا في المجتمع المصري، وبعرفك الحقيقه. فالناس تشتمني في الكومنتات، معلش يعني انا مش عارفه، بس والله العظيم يعني ما كنتش بزعل. اصل في ناس كتير جدا بتقدم محتوى اكتر مني واحسن من المحتوى اللي انا بقدمه مليون مره وجودته اعلى، بس برضو بيتشتموا او بيتعرضوا ان هم يكون ليهم تجارب سلبيه او كومنتات سلبيه. فانا ما كنتش يعني زعلانه قوي. انا كنت بنصح بس اخواتي، وبنصحك انت دلوقتي يا اللي لسه بتدرس او طالب لسه بيدرس، ان انت دايما تشوف كل المجالات قدامك، سواء كنت في اعدادي، في ثانوي، في اي سنه دراسيه. عايزاك تشوف المجالات اللي قدامك، ويبقى قدامك اكتر من فرصه، وقدامك وعي، وتبقى عارف المجالات دي بتتكلم عن ايه، والتخصصات بتاعتها ايه، والمصادر الدخل بتاعتها ايه. عشان ده كله اصلا، كل اللي احنا فيه والتعليم والكلام ده كله، عشان في الاخر انك تكون مرتاح نفسيا ومرتاح كمان ماديا. انت فاهمني؟ لما تكون في تخصص انت بتحبه وتخصص كويس وتخصص ليه مكانته، انت بتكون مرتاح. فدي النصيحه اللي انا بقدمها لاخواتي، ودايما هقدمها ومش هتراجع عنها. لازم تشوفوا كل المجالات اللي قدامكم، وتشوفوا كل الكليات بتتكلم عن ايه، والمجالات الموجوده ايه، والحاجات اللي هتمشي معاكم، وبعدين تبداوا تختاروا مستقبلكم. وملناش دعوه بالناس السلبيه، احنا بنقدم حاجه لله. انتوا فاهمين؟ ان انا لما باجي انصحك كده بشوف نفسي قدام ربنا ان انا بقول الكلام ده صح، ولا ان الكلام ده مجرد ان انا اقول اي كلام وخلاص ان انا اجيب ريتش. لا، انا بقول الكلام وبدور عليه كويس وببحث كويس، ان انا اقول كلام بعد كده شخص ممكن ياخد الكلام مني وبعد كده يدخل كليه ولا يدخل حاجه وبعدين يدعي عليا. طب انا ذنبي؟ انا ماليش دعوه ان انا اذي حد. فلازم ادور كويس على المعلومه وبعدين انقلها لغيري. غيري بقى عايز ياخد المعلومه دي ياخدها، مش عايز ياخدها ما ياخدهاش. والسوشيال ميديا طبعا عامله زي السوق بالظبط. انت دخلت السوق فحد بيضربك على ايدك ويقول لك اشتري الحاجه دي؟ اكيد لا. فانت لازم تكون عندك وعي، وتكون عندك ادراك كده للحاجه اللي انت عاوزها، او للحاجه اللي انت عايز تسعى ليها. فاهميني؟ ده اتمنى ان الناس دايما تكون فاهماه، واتمنى ان عقلكم تكون كده في المستقبل. انتوا فاهميني يعني اقصد ايه؟ ده اللي انا اقصده. طبعا انتوا هتسالوني دلوقتي انت اتجهتي طبعا للمحتوى التمريضي او المحتوى الطبي وما عدتيش هتنزلي لنا بقى نصايح مذاكره وفلوجات. هقول لكم لا، انا دايما هكون موجوده على القناه، وهنزل جداول وهنزل لكم كل حاجه انتوا محتاجينها، وهساعد اللي اقدر عليه هساعده، وهساعد كل الطلبه باذن الله، وربنا يقدرنا على فعل الخير بجد. يعني دي حاجه كده، ان انا كنت في يوم من الايام محتاجه حد يساعدني، او حد ياخد بايدي، او حد مثلا ينصحني نصيحه ان انا امشي بيها في الحياه، او ان هو يجبر بخاطري لو انا مثلا متضايقه او عليا ضغوطات في الدراسه. فالحاجه دي انا مش هتراجع عنها، لانها بجد بتخليني كده فرحانه او سعيده. فدايما هنزل المحتوى اللي دايما الناس بتطلبه، واللي دايما انا تعبت عليه، وان انا دايما قعدت ابحث كتير فعلا. فضلت سنتين ان انا ادور واتعلم وابحث واطور من نفسي في الحاجات دي. فعمري ما هسيبها، وعمري ما هسيب الحاجه دي او اتراجع عنها. فباذن الله انتظرونا في الفتره اللي جايه، هيكون في نصيحه عن كل حاجه، وهيكون في حاجات كتير وتطور باذن الله. وانا مش بحب ان انا اكون محطوطه في زاويه معينه، او ان انا الناس تحجمني. انتوا فاهمين؟ بحب دايما ان انا اكون على راحتي او على طبيعتي، او امارس الحاجات اللي انا بحبها. عاوزه اقول لكم ان انا عندي شغف بحاجات كتير. يعني انا عندي شغف بالكتابه، وعندي شغف فعلا بالايديتنج والتصوير، وعندي شغف ان انا عايزه ان انا اطور في مجالي، وان انا اتطور، وان انا افيد، او ان انا ابقى قيمه مضافه للحاجه اللي انا دخلتها او للمجال اللي انا دخلته. مش عايزه ان انا اكون في زاويه معينه. فدايما كده تلاقوني بتكلم في اكتر من موضوع، او بتكلم في اكتر من حاجه. انتوا فاهمين؟ يعني دايما كده اكتف في اكتر من حاجه، هكون اكتف في اكتر من مليون حاجه، مش حاجه واحده. لاني بحب دايما ان انا اكون اعمل الحاجه اللي انا بحس ان انا مبسوطه فيها. مش بحب الناس تحجمني في حاجه. فاللي عاوز
يتابعني فعلا ولا بيحبني، فهيحبني كده ان انا بقدم محتوى ان انا افيد غيري، او ان انا بنصح غيري في المذاكره، او سواء في الدراسه، او سواء في ان هو مثلا طالب زيه في كليه تمريض. يا رب يكون عجبكم المحتوى والفيديوهات اللي انا بقدمها دايما، وتكونوا حتى استفدتم لو انتوا بره المجالات او بره الموضوع اصلا وما يهمكوش معظم المحتوى. بس يا رب بس تكونوا استفدتوا. في ناس اكيد يعني استفادت، وفي ناس اصلا كتبت لي انها وجهه نظرها اتغيرت وانها بدات تفكر بمنظور تاني. فيا رب تكونوا استفدتم. وعاوزاكم كمان ان انتوا تكتبوا لي الحاجات اللي انتوا شايفين ان انا بقدر اعملها او ان انا بقدر اقدمها، تكتبوها لي في الكومنتات، وباذن الله هنتكلم عنها هنا على القناه. فحابه باذن الله ان انا اخد من افكاركم اللي في الكومنتات، واكتبوا لي كل الافكار اللي في دماغكم وهناخدها باذن الله ونعمل عنها فيديوهات الفتره اللي جايه. وبجد يعني شكرا لكومنتاتكم الايجابيه، وان انتوا دايما بتسالوا عليا لما بتاخر او كده او ما بنزلش فيديوز. فحابه ان انا باذن الله الفتره اللي جايه اكون موجوده بالفيديوز اللي انا بعملها، مش بس بالكلام وكده. حابه ان انا اكون موجوده اكتر الفتره اللي جايه على اليوتيوب، يعني ممكن ننزل فيديو او فيديوهين في الاسبوع طوال وكده. فحاباكم ان انتوا تكتبوا لي برده في الكومنتات ارائكم، وان انتوا تكتبوا لي الافكار اللي بتيجي في دماغكم كلكم. بجد اكتبوا لي افكار في الكومنتات، وباذن الله هاخد منها ونعمل الفيديوهات الفتره اللي جايه. عاوزاكم تكتبوا لي افكار كتير، انا بجد عاوزه فيديوهات او افكار كتيره جدا عن اكتر من حاجه ان احنا نتكلم عنها، وباذن الله هبحث اكتر ونطور اكتر من الموضوع ده. وزي ما قلت لكم انا مش بجيب المعلومات او مش بطلع في الفيديو كده وخلاص، انا بقعد اطور وببحث وبجرب الحاجات اللي انا بقولها، وبعدين ان انا ابقى اقولها لغيري، فاهمين؟ فباذن الله الفتره اللي جايه يعني هنرجع وبقوه باذن الله، هتبقى عوده كويسه باذن الله. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.